النهارده ان شاء الله هعمل معاكم تورته شوكولاته. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، مفيش فيها اي افتكاسه خالص. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده معايا كيلو سبونج، خدت عليه 12 بيضه، هاخد عليهم معلقه من الفانيليا السايله، وهاخد كوبايه من الميه ومعلقه من محسن الجل، وهضرب كده السبونج لمده من 5 ل7 دقايق لحد ما يتماسك معانا. بعد كده هجيب الصينيه دي 30 في 40 اللي هي بتاعه الطقم المستطيل، اكبر واحده فيهم. خدت كده بالفرشه من الاسبونج وبدات ابطن الصينيه واحط كده ورق من الزبده. بطنتها كويس كده بورق الزبده. شايفين الاسبونج بقى متماسك معانا واتضرب كويس. هفضيه كده في الصينيه وهسويه كويس وهدخله الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. هيقعد معاكي من 50 ل 55 دقيقه. هبدا اسويها كده كويس. شايفين بقى هنا بعد ما خرج من الفرن، طبعا انت بتعملي الاسبونج قبلها بيوم، او لو عاملاه في نفس اليوم بتسيبيه من الاقل حاجه خالص من 5 ل6 ساعات عشان يبرد معاكي. لو قطعتيه وهي سخن هيتفرفت منك وهيتكسر وهيبوظ. بدات كده اشيل ورق الزبده زي ما انتم شايفين. هنا بقى انا كنت بشتغل في التورته دي بالليل علشان الجو حر والكريم شانتيه يسيح معايا. الجو حر جدا طبعا، فبعملها كده بالليل. بيكون الجو طبعا ما بيكونش درجة الحرارة زي بالنهار، بنختلف. لان طبعا الكريم شانتيه كلنا عارفين ان هو بيسيح، حتى لو الماركة بتاعته نضيفة هيسيح معاكي من الحر. بدأت كده اقشر الطبقة اللي تحت كده بالسكينة، وهبدأ اساوي التورتية كلها. الحروف بشيل الحروف لان الحروف طبعا بتكون ناشفة، فلازم تشيليها. هسوي الحروف كلها. والطبقه اللي على الوش طبعا بنشيلها، بتكون لما زفرت البيض، فلازم تشيليها. يعني ما تسيبهاش في كده في التورته، لا تشيليها بالسكينه او بايدك، هتتشال معاكي بكل سهوله. خلاص اتشالت زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هجيب المنشار وهبدا اظبط المنشار على 8 وهقطعها 3 طبقات. بيكون ما شاء الله على 8 بتكون الطبقه عاليه ومش رفيعه ولا حاجه، وبتكون جميله. يعني لا بتكون رفيعه ولا تخينه قوي. قطعت كده على 3 طبقات. بعد كده بقى هنعمل الكريم شانتيه. خدت 3 كوبايات من الكريم شانتيه، هاخد عليهم معلقتين من الباستري كريم، وهاخد معلقتين من الكاكاو، وخدت معلقه الاول من النوتيلا طبعا او جناش الشوكولاته هتطعم معاك الكريم شانتيه. وبعد كده حطيت كيس من اللبن البودره، الكيس ده حوالي معلقتين برضو مش كتير. وهحط 3 كوبايات من الميه وكوبايه من السكر. ضربت كده الكريمه كويس لحد ما تكون متماسكه معانا. جبت القاعده كده اللي انا هشتغل بيها، حطيت شويه كده من الكريم شانتيه. وبعد كده هاخد اول حاجه اثبتها زي ما انتم شايفين. لازم تحطي كده في القاع بتاع التورتيه حته من الكريم شانتيه عشان تفضل ثابته معاكي. وبعد كده هنسقي التورته بسيرب. السيرب ده عباره عن ميه بسكر، كوبايه سكر عليها كوبايه ميه وعصير نص ليمونه، وتغليهم كده من 3 ل 4 دقايق. وبتسقي بقى التورتيه بتاعتك عشان التورته تكون طريه وجوسي كده من جوه. بعد كده خدت طبقه من الكريم شانتيه وحطيت نوتيلا. ممكن تحطي جناش شوكولاته لو عايزه تحشي بقى اي حاجه في النص، دي حاجه ترجع لك انتي. وخدت الطبقه التانية وهسقيها برضو بالسيرب. وهنحط الكريم شانتيه وشويه كده من النوتيلا. كل الطبقات طبعا بتترتب بنفس الطريقه كده. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. حطيت كده النوتيلا وهاخد الطبقه الثالثه. شايفين طريقتها سهله والتزيين بتاعها كمان سهل، مفيش فيها اي افتكاسه ولا اي حاجه. بعد كده جبت كيس حطيت فيه الكريم شانتيه. طبعا ممكن تحطيه برضو بالسكلابر، مفيش اي مشكله. بس انا حطيته كده بالكيس. بتسحبي بقى بالسكلابر بيغطي معاك التورته بكل سهوله. جبت السكلابر بقى وبدات اسوي التورته. بس الخطوه دي ما جاتش في المونتاج، مش عارفه ليه. سيحت شويه كده من النوتيلا على حمام بخار، حطيت عليها معلقه من الزيت وبدات اسيحها واعمل بيها الدربات زي ما انتم شايفين كده. بتجيب السكلابر بتاعك بقى وبتسوي التورته بكل سهوله. خلاص كده تمام.
هنا بقى جبت التب اللي هو الوردة، هبدأ اعمل كده الشكل، يعني شكل حلزوني كده، يعني بتلف ايدك بسرعة كده بيطلع معاكي الشكل ده. سهل برضو، سهل وسريع. شايفين بعمله ازاي؟ هبدأ بقى اقسم التورتة من النص كده. هقسمها كده ل6 مربعات. طبعا انتي ما بتشتغليش الطبقات كلها فوق بعضها، بتدخلي التورتيه كده الفريزر عشان الجو حر، مفيش حاجه تسيح معاكي. يعني ما تحطيش كل الشغل كله مره واحده، لا دخليها كده وانتي بتشتغلي شويه، بحيث لما تيجي تحطي طبقه او تحطي كريم شانتيه تكون كل حاجه متماسكه معاكي. برضو عملت الشكل اللي هو الحلزوني كده زي ما حطيت على التورته من فوق. حزمتها من تحت كده بنفس الطريقه. هنا بقى جبت مربى حليب، حطيتها في الكيس، ما حليتهاش باي حاجه خالص، زي ما هي خدتها كده جامده، وبدات اعمل بقى خطوط زي ما انت شايفه كده. خلاص كده. وهنا برضو حطيت نوتيلا. هنا بقى جبت الكريسبي اللي هو الابيض والاسمر. عملته كده زي شطرنج، واحده بيضه وواحده سمراء. بعد كده عملت عليه خطوط بالنوتيلا زي ما انتم شايفين. وهنا بقى جبت زبدة لوتس، سيحتها برضو كده، ممكن تحط فكها بشوية مية او معلقة من الزيت. وجبت بسكوت اللي هو بديل اللوتس، حطيت اللي هو الروتس ده بقى، حطيته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده عملت عليه خطوط بالمربى الحليب. وهنا حطيت نوتيلا بيضة برضو مسيحاها كده بمعلقة من الزيت على حمام بخار من المية. وبعد كده عملت عليها خطوط بالنوتيلا النوتيلا الشوكولاته، يعني حطيت نوتيلا بيضه وبعد كده حطيت نوتيلا اللي هي شوكولاته، خطوط كده بس شكل عشوائي يعني. وهنا برضو حطيت نوتيلا، وحطيت برضو هنا بسكوت اللي هو بديل الاوريو، وعملت عليه خطوط كده بالنوتيلا. ودي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها. تورتيه سهله وبسيطه، شايفين شكلها ما شاء الله عامل ازاي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير. ومع السلامه. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده.